السلام عليكم. ما تيجوا نعمل مع بعض اللي هي الكيكة اللي مكسرة الدنيا، اللي بيسموها ريليتشي واللي بيسموها قشوطة. من الآخر لها مسميات كده، كل يوم والتاني بيطلعوا لنا أسماء غريبة. ما علينا من المسميات نفسها، احنا عايزين نعمل القشوطة الجميلة اللي حضراتكم شايفينها دي. يعني المقادير بتاعتها مقادير بسيطة جدا. يعني هي انا عاملاها بالمقادير بتاعة الكيكة الاسفنجية. حطيت كوباية ونص من الدقيق، كوباية سكر، معلقة بيكنج باودر، معلقة خل، 5 بيضات، وذرة من الملح، وعصرة يعني نقطة كده من عصرة الليمون بتمحي أي زفارة. بصوا بقى، انا بحب دايما الكيك بتاعي اقشط الارضيه بتاعته، اقشط الوش بتاعه، المهم انضفها من الاخر. والجوانب ديت بحب برضو اشيلها، وانما مش هرميها، برضو ببقى استغلها واعملها في كبات وحاجات زي كده. شايفين؟ بعد ما نضفتها كويس من تحت وفوق، باجي اروح عامله لها خرام كده وهسقيها دلوقتي باللي هو الحليب. حاطه معلقتين من السكر، معلقتين من الكريم شانتيه، ومعلقتين من القشطه، حطها عليها، وكل ده دوبتهم. وهسقي الكيك بتاعي زي ما حضراتكم شايفين. اسقيها، ما تقوليش ان الحليب كتير او لا، مش كتير ولا حاجه. بصوا، انا عززت الطعم زي ما بقول لكم بالحاجات اللي انا حطيتها دي. هو ممكن تسقيها حليب بس بتعزز الطعم بالاضافات دي. وعملت اللي هو الكريم شانتيه، كوبايه من الكريم شانتيه، وعليها كوبايه حليب مثلج زي ما حضراتكم شايفين، يكون مثلج بالشكل ده. وحط عليه برضو ايه، معلقه بس من السكر، لان يعني انا مش عايزاه تبقى مسكره قوي. لو انت حابه السكر زياده ممكن زودي كمان معلقه، ولكن لسه هنزود بقى صوصات وهنحط الحاجات الاضافات اللي احنا هنحطها، فبلاش عشان ما تبقاش مسكره قوي. طبعا انا كنت بعد ما سقيتها الحليب دخلتها التلاجة، وعلى بال ما ضربت الكريم شانتي بس يعني. انا نسيت اقول لكم يا جماعه، معلش، انا حاطه كوبايتين لبن مثلج على كوبايه الكريم شانتي. ده الطوفي زي ما حضراتكم شايفين، انا عملت الطوفي ده. ودلوقتي نزلت عليه معلقتين من الكريم شانتيه عشان اخففه، لان كان تقل، وحبيت ان انا اخففه شويه، وكمان عززت الطعم بتاعه زي ما حضراتكم شايفين. عموما انا دايما بشوفهم حتى في الكافيهات بيبقوا يحطوا اللي هي الطبقه اللي فوق الكريمه دي، بيبقوا يحطوا اللي هو صوص الكراميل. بس انا بحب الطوفي اكتر يعني. عندي هنا بعد ما حطيت الطوفي على طبقة الطوفي ده دخلتها التلاجة حوالي ساعة. وبعد كده جبت اللي هي العلب ديت تبقى موجودة عند مستلزمات الحلواني، دي اللي هحط فيها القشطة بتاعتنا، او ريليتشا، زي ما بتسموها يعني. هي كلها واحد في الاخر، هياها يعني. فيما عدا اللي هي الاضافات او التغيير، بس مش اكتر. ولكن هي يا جماعه. انا دلوقتي بقول لكم لما تيجوا تقطعوها لازم تغسلوا السكينه مع كل مره. بنقطعها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده بقى. يعني انت ممكن تصغرها عن كده و... بس هو كده هي عموما. يعني هو احنا بنشوفها دايما بتكون ايه، الخرطة بتاعتها كبيرة، بسم الله ما شاء الله يعني. بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، تحفة تحفة بصراحة. ولسه كمان لو بيتت، معلش الشمس بتاعة المطبخ، الشمس كانت مسلطة في شباك المطبخ، معلش انا اسفة. زي ما حضراتكم شايفين اهي، تحس ان هي دايبه بتدوب في البق كده بصراحه. هي جميله جدا جدا جدا. شايفين الطريقه بتاعتها سهله ومش مكلفه يعني ولا كده. والخرطه دي بنشتريها بالشكل ده وبالنظام ده، من غير اي صوصات ولا اي حاجه، ب50 جنيه. انت بقى لو عندك عايز تحط عليها اي صوصات عندك ماشي حطي، مكسرات حطي، ما عندكيش مش عايزه حاجه والله خالص بصراحه يعني. هي بتدوب في البق دوب كده، جميله جدا 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 بصراحه، حلوه قوي قوي قوي. شايفين الطبقات بتاعتها اللي هي بتاعت شايفين شاربه اللبن بتاعها كويس قوي قوي. و يعني بصوا معايا هنا، اللبن ما كانش كتير ولا حاجه، لو كنت متخيله ان اللبن بتاعها هيبقى كتير.
ومسيل، لا شربته اهيت ما شاء الله. على فكره عايزه اقول لك ان انت ما تحطيش، ما تسقيهاش اللبن غير ما تبرد، يعني ما تبرد يعني تبقى يعني مجرد ما تبرد تسقيها بقى بالحليب بتاعك. شايفين الصينيه شاربه اللبن بتاعها اهوت، شايفين الطبقات بتاعتها جميله ازاي، اللي هي الكيك نفسه جميل جدا جدا. وغير كده كمان لو جربت اللي هي الطوفي هتبقى في منتهى الجمال، حلوة قوي قوي. هكتب لك مقادير الطوفي برضو علشان لو حبيتي تعملي الطوفي في البيت. وزي ما قلت لك تحطها بالشكل ده، بتبقى عاملة زي بتاعة الكافيهات. يعني من الاخر هتعملها لولادك وهياكلوها وينبسطوا بها جدا جدا. وعلى فكرة ومن غير ما تحط عليها اي حاجة بيبقى طعمها حلو، او مجرد ما بتشرب اللبن كده وتيجي تاكليها والله العظيم تكون جميلة جدا. اتمنى من كل قلبي ان يكون الفيديو عجبكم، واذا كانت عجبتكم الطريقة ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك في القناة فضلا طبعا وليس امرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام يا احلى مشاهدين، سلام.